الحلقة ديالنا اليوم هي جريمة فيها جريمة وتحميل جريمة أخرى في طياتها. واحد السيد بنى واحد الدار وخرج منها طبق العلوي ولتحت جوج كراجات. راجل بسيط في حي بسيط. هاد السيد بغا يكري دوك الكراجات. السمسار جاب ليه واحد المرأة قالت لي اودي انا غنكري من عندك هاد الكراجات بجوج وغنزينهم وغنصاوبهم وغنخسر عليهم وكذا وكذا، انا بغيت ندير نقافه. داك السيد قال لها مرحبا ورخص ليها. بعد ما اتفقوا على السومه الكرائيه، بعد ما خلص ليها السومه الكرائيه ديالها، بعد ما تكاتبوا واتفقوا، دارت تزيين ديال دوك جوج كراجات لتحت جوج حوانت، صاوبت خداتهم بجوج ودارت لهم واحد الزين كبير. تعرفوا النقافات داك الماتيريال ديالهم، داك الشغالات ديالهم ودوك الحوانت ديالهم، الدكاكين ديالهم تيكون عندهم ديما داك الشماع وداك الشيء زوين، وداك فاش تيهزوا العماريه وكذا راكم عارفين داك الشيء هذاك. هي صاوبت واحد شي حاجه كبيره بزاف قاده، مخدمه معاها واحد جوج بنات. هذيك السيده تيقولوا الناس او منهم الدار تيقولوا بانه كانوا معاها جوج بنات خدامين، جوج بنات، ولكن تتكون غادا لشي عرس تيجيو شي 4 العيالات ولا 5، هذوك النقافات اللي هي دابا هي المعلمه، تيجيو هذوك وتيهزوا الماتيريال. نهار اللي غيديو الماتيريال غادي يديوه لشي حفله شي عرس، سواء زفاف او ملاك او خطوبه او كذا، لما تيبغيو يديو داكشي تيجيو واحد 5 العيالات تعرفوها، تعرفهم حتى داك مول الدار، داك مول الدار متقاعد راك ما تيدير والو، تيجلس قدام بابو على كرسي تيشوف تيسلم تيقول صابينا اتاي كذا كذا، عنده علاقه بها. الى مشات شي بلاصه تقول لي رد البال الله يعطيك الصحه انا جاي، انت تكون بوحدها ولا هادي ولا هادي. هذه هي حياه ديك المراه. واحد النهار تيقول داك السيد بقات معها بنت وحده، كانوا جوج ولات وحده. في حديث مع داك الراجل تتهضر معاه قالت ليه هاد البنت اللي بقات معايا الله يعمرها دار وتدير الاخرى لا، الاخرى فيها التخلويض وفيها التخربيق وفيها كذا، جريت عليها. اذا بقات بنت وحده. من بعد كان جا وقت فصل الشتاء، الخدمه ما بقاتش شي بزاف، ولات مره تتحل مره ما تتحل شيء. هو تيقول بان عندها لداخل هي واحد البيرو ديالها لداخل، لان الكراجات كبار، واخده واحد الطرف ديالها فيه بيرو، دار فيه مكتب ودار فيه واحد الفراش، داك الفراش تنعس عليه. هي ما ساكناش تما، ولكن هي متى تبغي ترتاح مثلا في القيلوله، متى تبغي تغدا وترتاح شويه تسد بابها تتكا تما تتجبد، وعندها بيرو ديالها فين تستقبل الناس. واحد الوقت قالت ليه هاد البنت هادي راه طلبتني وقالت لي بغات كونجي، قالت من نهار فتحنا ديك الساعه داز واحد المده، داز واحد شي شهور باش فتحوا، قالت لي هاد البنت راه طلبتني وقالت لي بغيت كونجي، غادي نبقى بوحدي هاد الايام ديال الكونجي. وفعلا كما تيقول والدار تيقول البنت مشات وبقات السيده بوحدها، تيشوفها تدخل بوحدها تيشوفها تخرج بوحدها. بعض المرات شي مناسبه تيجيو دوك العيالات اللي كليكم تيديو الماتيريال تيخدموا عليه، ولكن كانت الامور شويه بقات اللور، تيشوف بعض الناس تيدخلوا عندها رجال بوحدهم او نساء بوحدهم تيدخلوا عندها البيرو تيهضروا، هو ما تيقول انا ما عرفتش شغلي في داك الشيء، الناس يدخلوا ويخرجوا تيهضروا، يمكن البيع والشراء ديالها ولا ديك الحرفه ديالها ولا كذا ولا كذا. ولكن واحد الوقت السيده ما كاينه شيء، السيده ما بانت شيء، المحل مسدود وداك الكراج مسدود، الكراج عنده جوج بيبان وعنده واحد الباب صغير، هذاك الباب ريدو، هذاك الباب تتهز الريدو وتتحل باش تدخل، ودوك البيبان كبار تتحلو تتكون بغات تعرض السلعه ديالها. اما متى تجي على غرضها هي بوحدها وتتكون ما خدامه شي كيما نقولوا، تتحل غير داك الريدو تتهزو حد القامه ديالها وتتحل وتدخل من داخل وتتسد عليها. واحد الوقت السيده ما بان شيء وداك الريدو مهزوز
ولكن ماشي مهزوز كيما تتهزو هي، مهزوز واحد شويه من الارض، اي بحال لا خرجات وسدات وخلات واحد 20 سنتيم تقريبا ما بين الريدو ما بين الارض باش تسدو بالقفل. ولكن النهار الاول لاحظ داك السيد داكشي تما، دق عليها ما جاوباتش، قال ربما مشات غير شي بلاصه وخلات الريدو. هذا مع هي تتغيب بعض المرات 3 ايام 4 ايام 5 ايام، ولكن لاحظ السيد بان الريدو ما مفزوتش كامل، صافي دير راه كاينه هي الداخل، ولكن ما يمكنش ان هي عمرها ما سداتو من الداخل، مثلا تتسدو من برا، اذا ما كملاتش السده. علاش ما كملاتش السده؟ الله اعلم. النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، الراجل لاحظ بان الكليماتيزور عندها خدام لداخل، الكليماتيزور خدام. هي كانت مرا غليظه بصحتها دايره هكا، وكانت ما تتحملش الصهد تماما كما تيقول داك السيد، وتيقول ديما هي فيما تدخل داك البيرو تخدم كليماتيزور، انها كانت غليظه تخدم كليماتيزور، تدير البرد تدير البروده. بعض المرات تيكون الجو بارد وتيدخل عندها وتقول انت الجو البارد دير كليماتيزور، لا تقول انا اقصر منه شويه، انا مثلا نبغي الصهد. هي مسكينه ما كانش تتقد على الصهد تماما. هو تسمع بان كليماتيزور خدام، والسيده الريدو ما فزوتش مزيان. النهار الاول النهار الثاني السيد دخلوا الشك، والسيده كان ما كايناش ما تتجاوبش. هنا هضر مع واحد الجار ديالو قال لي ودي كذا كذا، قال لي شوف الله يعطيك الصحه، ما تحل الدنيا والزمان تكون شي حاجه ولا شي، ولا المراه تعرضت لشي حاجه التليفون ديالها تتعيط عليها ما تتجاوبكش، ولكن الغلطه اللي في ذاك السيد ما عرفش هو دارها الاصليه فين تسكن باش غيمشي عندها، تعامل معها تما، ولكن ما عرفش دارها فين ساكنه، ما عرفش شي واحد اخر يعيط عليه من غيرها هي، هو عنده التليفون ديالها هي، تيعيطوا عليها ما تتجاوب شيء. علموا البوليس، مشى عند البوليس قال لهم اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين، قضيه راه مشكوك فيها. البوليس جاو لعين المكان، الناس ديال الدائره جاو تيشوفوا الريدو قابل للفتح، قاسوا الباب يقدروا يحلوه، اتصلوا بالنيابه العامه في شخص السيد وكيل الملك، عطاهم امر باش يفتحوا ويدخلوا يشوفوا اشنو كاين. دخلوا البوليس، دخل معهم داك السيد، تلقاو ديك المراه طايحه فوق الفراش ديالها، الجدع فوق ديالها طايح فوق الفراش، رجليها طايحين هابطين الارض، لابسه حوايجها، عندها واحد الضربه هنا على راسها، الجهه ديال ودنها ضربه كبيره، ان لم اقل ضربات كما قال لي الضابط، ضربات على راسها والدم بزاف. اذا السيده مقتوله. بوليس علموا النيابه العامه بان السيده مقتوله، داروا المعاينه ديالهم، انتقلت الناس عناصر ديال الشرطه القضائيه باش يأزروا الناس ديال الدائره، مشاو تما معاهم الناس ديال مصلحه الجريمه، مشاو تما تيشوفوا، تيلقاو بان قاتل كان معاها. القاتل لا يستبعد حلت ليه الباب، لان هي ما كانت شاي حل البيبان ديال الكراجات مسدودين، السوارت ديالها باقيين تما، ولكن هاد السيد دخل، واش دق عليها واش جا معاها هو وياها، حتى واحد ما شافها، جات مع شي حد، مع شي مرا وشي راجل ودخلوا بجوج، ولكن هاد السيد داخل وخارج، ولكن هو اللي هبط الريدو، ولكن ما هبطوش كامل، هبطوا غير شويه، ما هبطوش حتى لتحت. كون هبطوا حتى لتحت يعلم الله كانت تكون كارثه، تبقى ديك المراه تما حتى تعفن ولا كذا ولا كذا. ولكن المراه هذيك اليومين وداك البرد، لاحظوا بان داك البيت برد لان مسدود، ولان الكليماتيزور خدام كان برد، وقفوا الكليماتيزور، داروا المعاينه ديالهم، داك الدم تما جامد مع البروده، السيده مقتوله. لاحظوا بان الفاعل سواء كانت امراه او رجل، داك الفاعل حل داك البيرو، حل المجوره، كان تيقلب على شي حاجه، ولكن اللي لاحظوا الشرطه القضائيه والناس ديال البوليس اللي كان معاه تما، هو انه عنده واحد الريجستر محطوط مكتوب، وداك اللي دخل بقى يشد ستيلو وتيمحي بعد شي سميات، وتيمحي شي حاجه. شنو هما ديك السميات؟ هي ديك السيده كاتبه، مثلا كاتبه الحاج مصطفى دفع خدا 2 مليون،
رد ليها زعما رد هكا بالدارجه داكشي مكتوب، رد ليها 5000 درهم، الباقي قدا وقدا. فاطمه مرت فلان دفعت قدا وقدا، اي انه هناك معامله تجاريه بين دوك الناس تتقول خدا ورد والباقي، خدا ورد والباقي. تلقاو واحد الكارنيت شيك تما محطوط مقطعين منه الوراق، مقطعين منه بواحد الزربان، ان بعض الوراق بحال مقطعين على جوج ما حكموهمش، شي واحد كان تيزرف التقطع ديال الوراق. تلقى وراق محطوطين تما دي فوتوكوبي، 4 ديال لي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، 4 دي فوتوكوبي كانوا لاصقين فيهم شي حاجه، واحد الطريف بقى لاصق ديال الكاريط لاصق في واحد فوتوكوبي ديال شيك، ولكن اخرين مقطعين. اذا هذوك لي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديال البطاقه الوطنيه كانوا معاهم بالكرافوز مغرافين شيكات ومقطعين، حتى بينهم داكشي واحد طرف الشيك بقى لاصق. اذا داك اللي جا حيد دوك الشيكات، قطعهم من الكارت ناسيونال وداكشي، ولكن رامي دوك ثاني كروراق ديال الكارت ناسيونال راميهم تما. هذا جا بحث، كان شي فلوس تما ردها. تيقول السيد مول الدار تيقول بانه السيده ديما عندها واحد البرج في يديها، ديما تدير واحد السلسله في يديها، ديما تدير خواتم في يديها. هذا الشيء باين اخذ الاثار بان حيد لها داكشي من يديها، لا عندها شي حيليه راه مشى لها. اذن هذا صفار، ولكن هذا الصفار واش هي جات دخلات شافها اسس عليها، جات دخلات حلات الريدو شويه ودخلت تحت الريدو كما مولفه ودخلت ودق عليها وعرفها، ما كاينش شي اثار بانه دق عليها ودخل عليها وجرجرها، لا. إن حلت ليه دخل مع هذا السيد للداخل، وقتا الفرصه فاش ضربها هاد الجهه الصدر من جهه اللور، ان جاها من اللور وضربها طاف وخدا داكشي اللي خدا. شكون هو هاد السيد؟ للاسف ما كايناش شي بصمه ديالو اللي تلقات باينه اللي يمكن توصل الشرطه لهذا السيد هذا. شكون هذا السيد هذا؟ حتى واحد ما شاف شكون اللي دخل شكون اللي خرج. بعد البحث تبين العائله ديالها، وتبينت واحد بنتها موظفه، وتبين واحد جوج ولاد ديالها، ولادها او مربيهم ولادها. حنا نقولوا تبين، تيقولوا علاقتنا بالام ديالنا عايشه مع في دارها بوحدها، علاقتها محصوره، ما عندناش شي اصدقاء من العائله بزاف، امي ما عندها حتى شي عدو، ما عندها حتى شي حاجه، امي نقافه وعندها صحاباتها نقافات تخدموا معها العيالات. البحث البوليس جابوا البنات بجوج اللي كانوا خدامين عندها، لا الاولى اللي طردتها ولا اللي هي كونجي. الاولى اللي طردتها علاش طرداتك؟ طرداتني ما تفاهمناش على الفلوس حقاتها، تخليني ديال معايا تمشي في حالتي، تخلي 12 الليل، تخليني جوج خدمات وانا تنخدمها خدمه وحده. النهار الاول قالت لي غدير غير كاتبه ولا تقول سير معاهم هزي معاهم دير معاهم كذا 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 كذا. المراه تعجبها الفلوس، ما تبغيش تطلق الفلوس، ما تبغيش دير هذا. ما عندهاش شي واحد ديك السيده اللي جرات عليها المعلمه كيما نقولوا، ما عندهاش شي واحد من عائلتها شي خوها اللي قد يدير هذه الجريمه، شي باها غتنتقم منها. ما كاينش شي حاجه تثبت بانها هي اللي انتقمت منها. البنت الثانيه ما عندها حتى شي مشكل معها، وما تتهم حتى شي حد، وهي مشات كونجي فعلا وعيطوا عليها وجابوها من الدار، قالت لهم عييت طلبت لها كونجي وما عندي معها حتى شي حاجه. واش تعرفوا شي حد ضدها؟ لا ما تعرفوا شيء. راه نشوفوا العيال اللي خدامين معاهم، العيال اللي خدامين مع ديك النقافه جاو وبحثوا مع وحده تيبحثوا معها علاقتها بها، شحال وهي كانت خدامه معاها، واش تسالها شي فلوس، واش عندها شي فلوس وكذا وكذا. هاد البحث مع هاد البنات وهاد العيالات عطى واحد القضيه، عطى بان هذيك السيده تتسلف الفلوس بالربا كما تنسميو حنا بالربا، اي انها تتسلف فلوس، تعطيك مثلا 1000 ريال وتترد عليها ب 1200 مثلا، تعطيك مثلا مليون وترد لها 1,100,000 فرنك. تيقولوا تتسلف بالربا، اللي بغى شي ربا تيجي يستلف من عندها بالمقابل او الربا او كذا او الفائده. انا نقول الفائده، تتسلف بالفائده. بزاف اللي تيسلفوا الفائده
تيسلفوا ناس بالفائده، وكاين تيشدوا لهم الشيكات، تعطي مثلا تيسلفوا تيشد عنده شيك كضمانه. هذه علاش جبت لكم في الاول انا ديال الجريمه، باغي نعاود لكم جريمه داخل وسط الجريمه، هذه راه محسوبه جريمه. راه الفلوس بالفائده من غير لا بنك راها جريمه. راه تشد شي واحد شيك كضمان راها جريمه. راه ما كاينش شي واحد شيك تقول لي شديت ليه الشيك كضمان، لا، الشيك تتشدو تدفعو لا بنك، شوف واش عنده شي فلوس تاخذها، ما عندوش تتابعو حتى تعطيك لا بنك بانه ما عنده فلوس، وتعطيك ما يثبت بانه ما عنده فلوس باش تمشي كدعيه. اما الفلوس تشد الشيك ضمان لا، تسلف الفائده لا. انا ما عندكش حق غدا ان شاء الله تكون تتسلب الفائده وتمشي للمحكمه تقول اسيدي هذا السيد سلفته انا تنسلب الفائده ومبغاش يرد ليا، لا، راه جريمه معاقب عليها. اذا هاد المراه كانت تقوم بواحد العمل اجرامي ربما عن وعي او دون وعي، يمكن هي المراه جاهله تصحاب داكشي عادي، نسلفك بالفائده، وبزاف اللي تيسلبوا الفائده، وبزاف الناس تيغتنموا الفرصه ديال واحد الناس ساكن ما عندهم شيء. دابا هذا هو المشكل، تيغتنموا الفرصه ديال الناس ما عندهم شيء ومحتاجين وبغا يتسلفوا وواحلين، تيقول ودي غيسلفني واخا نزيدو 20,000 ريال. الناس الله يحسن العوان كاين ما عندهم شيء، وكاين الناس تيستغلوا هاد الناس هادو، تيستغلوا هاد الناس وفي الاخر تيبقى يقجوهم من هنايا. للاسف هذا العمل هذا معاقب عليه، وهذا العمل تعتبر جريمه. هاد السيده كانت تدير هاد الجريمه هذه، ولكن ماشي دير هاد الجريمه وتسبب لها في القتل، يقتلها شي حد من اجل ذلك، ماشي هو هذاك. البوليس وحلو في القضيه، وحلو ما عرفوش شكون القاتل. كثرة الناس العيال اللي خدامين معاها، الناس اللي تيهزوا لها هذاك مول الهوندا وداك الشيء تيجي يعاونوها، الاخر عرسات اللي دارت كذا ما عرفوا شيء. لقاو بعض الاسماء ديال بعض الناس دوك هما اللي لاكارت ناسيونال مصورين، استدعوه ما عرف اختك بهاد السيده هذه عطاها لاكارت ناسيونال، اسيدي تسلفت من عندها قدا وقدا. كل واحد تيقول انا تسلفت عندها 5000 درهم، دات معايا 6000 درهم ردها لها، انا تسلفت عندها مليون، انا تسلفت. كل واحد تسلف، وتيقولوا الناس كلهم مع دوك الناس هما اللي البطاقه الوطنيه اللي باقي عندها تيقولوا انا عاطيها الشيك، انا عاطيها الشيك، انا عاطيها الشيك، انا عاطيها الشيك، انا عاطيها الشيك. الناس عاطين الشيكات، الشيكات ما كاينين شيء. الشيكات ديالها تتلصقوهم مع كاع البنت اللي كانت معها، بقات ناخذها شكون جي، كانت كان عارفه هادشي تديرو، وتتلصق الشيك مع لاكارت ناسيونال. اذا اللي جا حيد لاكارت ناسيونال ديك النسخه ديال البطاقه الوطنيه فوتوكوبي، وتيقطعهم تيرميهم والشيكات تيديهم. اذا اللي دا الشيك دا الشيكات. اذا هنا خص البحث يدور للجهه ديال الابناك. اش عندك انت من البنك الشعبي، اش عندك انت من بنك وفاء التجاري، اش عندك هذا بون. علموا البوليس ديال الشرطه القضائيه تيدوروا عند الابناك اللي هما في ديك المدينه، تيقول المودير عندنا واحد المشكل، اش فيه راه خارجين واحد الشيكات ربما يطيحوا في يدكم او يجيوكم شي واحد شيك في سميت كذا، شيك في سميت كذا، سميت كذا كذا. عطاهم واحد اللائحه الناس المديريه ديال الابلاك، تيقول ودي لا جا شي حد بهذا الشيك هذا او بهذا الشيكات خبرونا، راه عندنا واحد المشكل فيه روح كذا كذا. اذا وسعوا البحث، يهموا حتى الابناك باش يساعدوا الى الوصول الى الجاني. ما بان شيء، ما بان حتى شي حاجه. واحد النهار واحد تقدم له واحد الاجونس ديال واحد لابونك، مشى لواحد لابونك دخل عطاهم واحد الشيك فيه 8000 درهم، عطاه لهم وعطا لاكارت ديالو، قال لي هذا راه دفعوا لي واحد السيد. قال له ودي هذا السيد راه ما عندوش فلوس، وداك كيما تيقول داك الموظف ديال لابونك تيقول عطاني الشيك وقلت لي هذا ما عنده فلوس، وجبد نجيبو شي شيكات هزو في يدو وبقى تيبحث فيهم، وجبد شيك اخر قال لي شوف لي هذا، قال لي هذا ما عنده فلوس، ومشى في حالو. من بعد تيقول لا غدا رجع ودخل لابونك وجا عند داك الموظف قال لي عافاك شوف لي هذا الشيك هذا. مول لابونك تيقول هذا الشيك هذا اللي جاب لنا فيه فلوس، وجاب لي الشيك مسيني، وقال لي داك من لابونك قال ليه ولكن هذا الشيك هذا عندهم فلوس، هاد السيده هذه عندها فلوس ولكن خصك تعمرو.
عمر شحال بغيتي تاخذ انت؟ قال لي انا راه كلاسني ليا وكذا 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 وخرج. تيقول من بعد رجع ودار فيه 10 المليون. السيد تيقول، السيد في المحضر ديالو: انا السميه والكنيه وعرفتها، انا ثق الخبار بانه النقافه المعروفه فلانيه تقتلات، وديك السيده تتعامل معنا هنا في هذا البنك ديالنا هنا، وعارف سميتها وكنيتها، وهذاك جاب لي الشيك قلت لي عمرو مشى عمرو دار فيه 10 المليون. وانا لاحظت بان هذيك الامضاء ماشي هو هذاك، ماشي هو هذاك الامضاء ديالها. وقال لي: ودي شوف هاد فلوس ما نقدوش نوجدوها لك دابا 10 المليون، لان جيتي في واحد الوقت حنا قربنا نسدو، وجيتي الا جيتي غدا ان شاء الله نوجدوك 10 المليون ديالك. هو يعلم البوليس، باش قلت واحد النهار خص المواطن يساهم في الامن ديال البلاد. كل موظف سواء ديال البنكه سواء ديال اي حاجه، اي مؤسسه ديال الدوله، خص واحد يكون مساهم بقليل او كثير في الامن ديال البلاد. كلنا خصنا نساهموا، ولو باعطاء شهاده، ولو بسياره دارت شي فضيحه وغادي هربان ناخذ الرقم ديالها، ولو شي واحد دار شي جريمه ضربو غادي هربان نعرفوا شنو لابس كيدير طويل. نساهموا في الامن ديال بلادنا، نساهموا. راه ماشي الامن ديال بلادنا موقوف على الشرطه والدرك والقضاء وكذا وكذا، لا، كلنا خصنا نساهموا في الامن ديال البلاد، كاملين نساهموا في الامن ديال البلاد. هاد الناس ساهموا في هاد الراجل ساهم في الامن ديال البلاد، ساهم في الامن، لانه مشى استدعى الشرطه وقال لهم: جاني واحد الشكل البارح هاكي دير هاكي دير هاكي دير هاكي دير، جاب واحد السيد كذا كذا، وقلت له: سير عمرو دار فيه 10 مليون. خرج السيد من بعد ما جا قلت له: ودي غدا تلقى الفلوس موجوده. هذا السيد راه عندنا في الكاميرات. البوليس عرفوا ذاك السيد من خلال الكاميرا، داروا عليه حراسه. فعلا هو جا لاغد، جا دخلوا عليه البوليس: السلام عليكم، هذاك الشيك شحال فيه تما؟ 10 مليون. يلا معنا نداو، ندير من هذا الشيك. نعم ندير من هذا الشيك. عطاتو ليا واحد السيده، هاد السيده هذه ايه، عطاتو فين ساكن انت؟ ساكن في داري انا. يلا معنا لدارك. داو للدار ديالو، دخلوا معاه، قلبوه بعدا لقاو عنده شيكات ديال دوك الباقي جامع، واحد 6 الشيكات جامعهم تما. داو للدار، قلبوا ليه الدار، قلبوا الدار لقاو دهيب، بان داك الدهيب بانه ديال الشريفه، بان بانه مطلق مرته عايش بوحده. الدب ديال من الدب ديال المدام. نعيطوا المدام ديالك. جمعوا داك الدب، جمعوا شي وريقات لقاوهم، شي شيكات، شي فوتوكوبيات ديال المرحومه. جمعوه ما بقى عنده ما يقول، دير ليه المينوط، ربطوه، داوه. عيطوا على مرته: انا مطلقني، هاد الدب ديالك. انا ما عندي دب، ما بو دب، جاني الدب عمر شرا ليا تا خاتم. عيطوا البنت المرحومه: هاد الدب ديال من؟ قالت لهم: ديال امي. السؤال سولوه: قول الشريف. عاودين على هاد المراه هادي، هاد المراه اللي قتلتي والاسباب، قول. ما بقى عنده ما يكذب، ما بقى عنده ما يقول. لما سيدي انا دافع ليها واحد الشيك فيه 5000 درهم دفعتو ليها، ودرت معايا باش نعطيها 6000 درهم، وعطيتها 3000 درهم، وقلت لها: ودي انا غنزيدك 2000 درهم بلا ما تزيد عليا الفائده. وزيرتني وجات عندي قالت لي: غندفعوا للمحكمه وغندير وكذا وكذا. وجا عندي واحد السيد، شكون هذا السيد؟ ما عرفتوش. قال لي: راه السيده راه جات عندنا المحكمه، راه غتدفع بك الشيك. بغات تدفع الشيك وراه طلبتها، قلت لها: سيري شوفي كديري معاه. يمكن السيده صيفط لي شي واحد، الله اعلم. السيد ما بان شي. وديك النهار مشيت نطلبها، حتى خليتها دخلات ودخلت عندها، طلبتها قلت لها: انا مزوق فيك دابا، عطيني الشيك ديالي وانا نضربك في 40000 ريال اللي بقات، وانا كذا وكذا. وتشدت معايا وبقات تعايرني وكذا، ودابست انا وياها. باش ضربتيها هنا فين كاينه؟ فين باش ضربتيها؟ باش ضربتيها؟ عطينا باش ضربتيها. ضربتها بواحد الساقور صغير كان في يديا، انا جبتو باش ندافع على راسي. يلا معنا، مشاو معاه من جديد بعد ما زيروه، وجاب الساقور باش ضربها. اذا انت من ضربتيها، انت تدوز جيت نتفاهم معاها، انت جيتي تتفاهم معاها وانت هاز معك الدوزان، هاز معك ساقور باش تضربها. انت جاي باش تضربها، ماشي جاي تتفاهم معاها. اذا شنو هو الثابت؟ ان داك السيد
الاعترافات ديالو عس عليها شي يومين، هو تيعس تما، تيجي لواحد القنت تيوقف، تيبقى عس عليها، تيشوفها، تيستناها تجي، وداك النهار اللي بغا يقتلها فيه عس عليها حتى شافها دخلت، هزت الريدو ودخلت، وجا دق وحلت ليه، قال لها جبت لك الامانه. ولما دخل داخل قال لها عطي فين هو الشيك ديالي جبتيه لي؟ قالت له ورا هي الفلوس. تيقول قال لها واش دير الشيك؟ الفلوس عندي. تيقول فإعادة تمثيل الجريمة، تيقول هي دورت راسها داك الجيه، جبت الشقور ويعطيها وعاود عطاها. وتيقول حل الباب، هبط الريدو من الداخل، هبطو مزيان باش حتى شي واحد ما يدق عليها، هبطو وكمل العملية اللي فيها سرقة الشيكات وكذا وكذا، ودا شي فلوس كانت عندها اللي هي كيما تيعطيها في الاعتراف ديالو، فايت مليون كان عندها الذهب وخرج. واش هو مجرم عنده سوابق؟ لا، ولكن رجل متعثر في حياته، مطلق المرأة، جوج دراري، عايش في واحد البيت، البريات كاع اللي عطا الله فيه، دافع ديك الشيك. دوك الناس حيت كاين شي ناس مبنيين بالكريدي، كاين شي ناس مبنيين حيد الكريدي زيد الكريدي، وتيقول دابا عندي واحد كريدي بغيت نحيد ان شاء الله وناخذ كريدي باش ندير ان شاء الله. كاين اللي مبنيين بالكريدي، هادو من النوع ديال مبنيين بالكريدي. بانت ليه المرأة تعرف عليها بانها تتكريدي بالفائده، مشى عندها عطاها الشيك ودار ما دار كما عاودت لكم في القصه كامله، وقتل السيده واعترف بكل شيء. هنا تنقول الجريمه كما قلت لكم في الاول، هذه الفائده والشيك والتسلف ديال الفائده راه ممنوع وراها جريمه. وهذه المراه هذه مسكينه ما كانت خاصها والو، كانت نقافه ولاباس عليها، ولكن الله يرحمها بغات فلوس بزاف، بغات فلوس بزاف، انت نقفت بغات فلوس بزاف في هذاك ديال الربا. ما هي هنا ما هي هنا. شكون اللي ربح في هذه القضيه هذه؟ ربحوا ذوك موالين الشيكات اللي كندافع عليهم الشيكات لان ماتت، ربحوا ذوك موالين الكريديات اللي كانت خايضهم في الناس لانها ماتت. شكون اللي لمن غيعطيو مثلا شي البوليس يقلب يقول له شحال باقي لك ارى يعطيو لبنتها ولا كذا ولا كذا؟ ما يمكن شيء، كل شيء ضاع، ضاعت في روحها، ضاعت في حياتها، ضاع الاخر. قاتل المراه على اقل من 5000 درهم قتلها. شوفوا هذا النوع ديال الجرائم، وشوفوا هذا النوع ديال البشر. لا بالنسبه للسيده والبحث ديالها عن المال بزاف، وكثير منهن في هذا المجال هذا بزاف. عرفت ناس انا كبر مني في العمر او بعدين شغالين صغار مني، لا باس عليهم وما خاصهم حتى شي خير، ولا باس عليهم ولادهم موظفين وخدامين، وباقي تيدبر وباقي تيقلب ويقلب على الفلوس وشوف من هنا ودير من هنا وكذا. تعرف انا عيالات بخير عليهم لا باس عليهم، وباقي تماره هي تماره او الجري ولا هضرتي معاه والله يحسن العوان وهل كنا بالضريبه واش تدير، واش نخلي الدراري والدراري يشدوا هادشي كله يتكرسوا عليه ويشدوا. قول له الراجل عنده 80 عام، المراه عندها 70 عام ولا 75 عام، وما تيقي لا في ولادهم ولا في ناسهم ولا يشدوا ولا يريحوا ولا يجلسوا. تقول لي سافر شويه، حتى السفر بغينا نسافر، والله الا بغيت عندك الصح تجي سافر. بغى تقول لي هو بارك عليك صحتك هلكاتك وانت ما مخصوص شي الحمد لله ما تاخر، ويلي انت قال لك انت غتخلي الدراري يفسدوا كل شيء ويديروا. كاين هكا الناس دايرين، كاين طمع، كاين شي وحدين ما عارفينش معنى الحياه، ما عندهمش الراحه، ما عندهمش واحد النهار يقدس ويتقاعد ويخلي داك الرزق ويمشي وليداتو، راه غادي يبقى حي 50 ولا 4 سنين اخرى، راه غايش في الرفاهيه لان عنده الخيرات، ولكن لا تيبقى يدمر حتى تيموت وسط الخدمه. نتمنى من الله هذه الرساله تعجبكم. والموضوع الاول اللي ذكرته على الفريق الوطني وعلى الجمهور المغربي وعلى الاعمال اللي درنا في الاول وعلى التربيه ديالنا، الله تستافدوا ونشروا هاد الحلقه هذه، نشروها لانها مهمه. والسلام عليكم ورحمه الله.